غير تكاليف كتير ولا واقفه في المطبخ كتير هنعمل احلى والذ حلا. هنعمل الحلا الجميل اللي احنا شايفينه مع بعض ده بمكونات سهله وبسيطه، وهيطلع بقى زي ما احنا شايفين كده مع بعض. بصوا الحلا بتاعنا عامل ازاي. هنعمل مع بعض النهارده المهلبيه وجيلي الفراوله وكمان قطع الموز، حاجه كده في منتهى الجمال، سهله وبسيطه خالص وطعمها بجد خطير. بصوا شايفين يا جماعه، بصوا الجيلي بتاعنا عامل ازاي. حلو جدا، طعمه في منتهى الجمال، عايزاكم بقى تجربوه وتقولوا رايكم فيه. خطير. تعالوا بينا بقى نشوف الطريقه ونشوف المقادير بتاعتنا. هجيب بقى كسرولة واحط فيها 3 معالق كبار من بودرة الكاسترد، هضيف عليهم معلقة كبيرة مليانة من الدقيق، ومعلقة الدقيق دي بتخلي المهلبية بتاعتي قوامها حلو جدا. رجعت ضفت عليهم معلقتين كبار من السكر، هضيف كمان مع 3 كوبايات من اللبن. وده زي ما قلت لكم هنا السكر حسب الرغبة، انا حطيت معلقة ونص من السكر، انتوا ممكن تزودوا عن كده. ضفت كمان نص معلقة صغيرة من الفانيليا، وهقلب بقى المكونات مع بعض كويس جدا على البارد كده الاول. قبل ما ناخد الكسرولة بتاعتنا دي ونرفعها على النار لازم نقلب المكونات كويس جدا، لان احنا عارفين ان الكاسترد كله نشا، فعشان ما ناخدوش بقى ونرفعه كده على النار يعمل تكتلات معانا. هاخد بقى بعد ما اقلب بقى كويس جدا، هاخد الكسرولة بتاعتي وارفعها على النار مع التقليب المستمر على نار متوسطه لحد ما القوام يتقل كده معايا ويبقى كريمي. هجيب الكاسات بتاعتي وانزل كده بالمهلبيه، وزي ما انتم شايفين كده قوامها بجد تحفه حلوه جدا. هنزل كده في الكاسات بتاعتي لحد نصها، ممكن تضيفوها في كوبايات عاديه، ممكن تضيفوها في بولات، ممكن تبقى في صينيه كامله زي ما انتم حابين. انا حطيت هنا نصها وسبتها بقى على جنب تبرد تماما. هجيب بقى بوله تانية وانزل فيها كده بباكت من جيلي الفراوله، كوبايه من الميه السخنه، نص كوبايه من الميه البارده، ومعلقه ونص بس من السكر. وبرده زي ما قلت لكم السكر هنا حسب الرغبه، ممكن تقللوا وممكن تزودوا. هقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما الجيلي يدوب تماما في الميه. هجيب بقى الكاسات بتاعتي وابدا كده احط عليها قطع او شرايح من الموز. الموز ده كان موجود عندي فحطيته كده فوق الوش، ممكن تضيفوا مانجا، ممكن تضيفوا فراوله، ممكن تضيفوا اي فاكهه انتوا حابينها. بعد ما هخلص بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده، هرجع بقى اجيب الجيلي، والجيلي بتاعي لازم يكون هدي كده وبرد. هنزل كده بطبقه خفيفه من الجيلي، مش هغطي الموز، يعني شايفين هسيب كده الحروف بتاعه الموز ما عليهاش جيلي ولا اي حاجه، بالشكل اللي احنا شايفينه ده، علشان هندخلها التلاجة تجمد وتتماسك والجيلي كده يجمد معانا. وبعد كده نخرجها نحط عليها بقى الطبقه التانيه من الجيلي، وهقول لكم ليه واحنا بنحط الجيلي في المرحله التانيه. دخلتها التلاجة الجيلي تماسك وطلع بالشكل الجميل ده. بحط بقى الطبقة التانية علشان الموز يفضل معايا لونه حلو جدا وما يسودش ويطلع معانا بالجمال اللي احنا شايفينه ده. وتقولي رأيكم فيها ايه، وان شاء الله هتطلع معاكم حلوة جدا.